وصفة البابا غنوج دي لازم تجربوها. هجيب البتنجان هغسله كويس واحطه في صينية عليها ورق السيلفر، وهدخله فرن حامي واشويه، وطبعا اعمل فتحات بالشوكة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما اشويه هغطيه كويس قوي اول لما اخرجه، علشان اقدر ان انا اشيل القشرة بتاعته بسهولة، ومش هشيل الراس بتاعته. وهاخد كل واحدة واحطها في كيس من اكياس التلاجة، وهحطه في الفريزر لحد لما اعوز ان انا اطلع واعمل بيه البابا غنوج. وطبعا اللي حابب يشوف الوصفة بالتفصيل هتلاقوها في قناتي اسمها اكلات على كيفك. هطلع بقى البابا غنوج تهدى، وبعد كده هجيب طاسة على النار فيها 3 معالق كبار من الزيت، فصين من الثوم على نار وسط، هقلبهم وانزل بمعلقة كبيرة من الخل، معلقة صغيرة ممسوحة من الكزبرة، نص معلقة صغيرة من الكمون، وهحط نص معلقة صغيرة من الملح، والملح طبعا حسب الرغبة. هنزل بقى البابا غنوج البتنجان، هقلبه كويس قوي على نار هاديه لحد لما اتاكد ان هو سخن، وبعدين هشيله على جنب لحد لما اعمل الخليط بتاع الزبادي. وطبعا هستخدم البابا غنوج بعد ما يبتدي ان هو يبرد، مش هنزله على الزبادي وهو سخن. علبه زبادي 105 جرام، وهنعمها كويس قوي، وبعدين احط معلقه كبيره من الطحينه الخام. هنزل بقى البتنجان وهقلبهم كويس، ويفضل طبعا ان انا اعمل الخطوه دي قبل التقديم بساعة علشان يكون امتزج مع المكونات الموجودة. وصفة سهلة وجميلة وطعمها حلو قوي، بتمنى ان كنتم تجربوها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.